المهامات والنفي ليسودها البعد العسكري اليوم، فقد قتل جنديان سودانيان وجرح عدد آخر من الطرفين في اشتباك حدودي هو الأعنف في منطقة حلايب المتنازع عليها بين الطرفين. أكدت مصادر عسكرية مصرية اليوم أن 7 عسكريين سودانيين على الأقل جرحوا، وأصيب عدد من الجنود المصريين بجروح أيضا في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين قوات مصرية وأخرى سودانية في منطقة حلايب الحدودية. وقد نقل الجنود الجرحى على متن مروحية عسكرية مصرية، وقد أدخل الجرحى إلى قسم العناية المركزة في المستشفى العسكري في المعادي. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين، يعتقد المراقبون أن الحادث هو الأضخم لجهة المصابين فيه. هذا في وقت لا يزال المهنئون يتدفقون لمباركة نجاة الرئيس المصري حسني مبارك من حادثة الاغتيال التي اتهم فيها الحكومة السودانية. فقد زار الرئيس مبارك رئيس مجلس الدولة السوداني السابق أحمد الميرغني في أول نشاط سياسي علني له منذ إطاحته في انقلاب الرئيس البشير عام 89. وقد أكد الرئيس مبارك أن مصر لن تتدخل عسكريا في السودان، لأن الشعب السوداني قادر على التعامل مع قادته على حد قوله. هذا وقد قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بزيارة للقاهرة خصصها لتهنئة الرئيس مبارك بنجاته من حادث الاغتيال.